مساء الخير كل متابعين قناة أسرار كهرمانة، أهلا وسهلا بيكم. ليه الشخص اللي في بالك بيتهرب منك وبيتجاهلك ورافض التواصل معاك؟ يلا بينا نشوف الشخص اللي انتوا حطيتوه نيتكم ليه بيتهرب وبيتجاهلك. يلا بينا نشوف ليه الشخص اللي انتوا حطيتوا نيتكم عليه بيتجاهلك. تمام. الشخص اللي انتوا حطيتوا نيتكم عليه واضح ان انتوا متعلقين قوي بالشخص ده. نيتكم فيها شغف وفيها حب وتعلق بالشخص ده. للبعض منكم العلاقة دي صعبة وممكن يكون في اطراف ما بينكم، بس انت جواك طاقة شغف كبيرة. الشخص ده ممكن تكونوا في الوقت الحالي بتحاولوا تطلعوا طاقته، يعني بتحاولوا تطلعوا طاقته من جواكم، تحاولوا تشغلوا نفسكم في دراستكم في شغلكم، بتحاولوا تخرجوا من طاقة التفكير في الشخص ده. انتم البعض منكم بتحسوا ان الشخص ده توأم روح او توأم شعلة. طيب الشخص اللي انتوا حاطين نيتكم عليه في الوقت الحالي طاقته ايه؟ طاقة الشخص اللي انتوا حطيتوا نيتكم عليه ايه؟ طاقة الشخص اللي انتوا حطيتوا نيتكم عليه ايه؟ الشخص ده ممكن يكون مرتبط او متجوز ومدى اهتمامه يعني سوري قصدي يمدي اهتمامه وطاقته لشغله. التفكير فيك بيخليه الشخص ده حاسس بالضغط او التوتر المستمر. العلاقة دي علاقة صعبة او جايز عدم تواصلكم ده بيتعبكم انتوا يعني انتوا الاتنين بتتعبوا من عدم التواصل ده. تفكيركم في بعض بيوصلكم للاكتئاب. يعني مثلا انت لما بتزعل هو كمان بيزعل وبيحس بنفس الاحساس، لو بتعيط هو كمان بيحس ان هو عايز يعيط او مخنوق. طيب ليه بقى الشخص ده بيتهرب منك وليه رافض التواصل معاك؟ ليه الشخص ده بيتهرب منك ورافض التواصل معاك؟ الشخص ده اللي بيتهرب منك ورافض التواصل معاك، لبعضكم الشخص ده شايف انه عمل اللي عليه. يعني ممكن يكون حاول قبل كده يتواصل بيك وانت ما اديتلوش مساحة، سواء مثلا بعت لك رسالة او اتصل بيك وانت ما ردتش. ممكن يكون مستني ان البداية الجديدة معاك يعني مثلا يكون بيفكر ان هو يرسم العلاقة دي او يتوج العلاقة دي بالزواج. للبعض منكم فكرة انه مش بيكلمك او مش بيتواصل معاك دي حاجة مش سهلة عليه. الشخص ده حاسس ان احاسيسكم ببعض قوية وهو عارف ان احساسكم ببعض صادق. ممكن تكون العلاقة دي في الوقت الحالي ما ينفعش تكون غير علاقة صداقة، وانت بتحلم بترسيم العلاقة دي للزواج. وممكن يكون عشان كده هو رافض التواصل معاك لان عارف ان انت رغبتك فيه هو رغبة زواج وهو مش مؤهل في الوقت الحالي. للبعض منكم العلاقة دي علاقة صداقة قوية وفيها شغف. القراءة دي على فكرة يا جماعة تنفع للكراش كمان، مش بس يعني هي شخص حاطين نيتكم عليه وممكن تنفع للكراش. الشخص ده مستني منك انت التواصل او ان البداية او الخطوة الاولى تكون منك، لانه شايف انه عمل اللي عليه قبل كده لما تواصل معاك وانت صديته او ما ردتش عليه او تجاهلت رسالته. طيب كل اللي انا شايفاه ان الشخص ده مش هو اللي هيحاول يكلمك، هو مستنيك انت اللي تحاول تتواصل معاه. شكرا ليكم.